وطلاق بشرى من ابن محمود حميدة. هو بيتقال ان هو ابن محمود حميدة، في ناس تقول لك لا ده ابن مراته مش ابنه هو، لان محمود حميدة عنده بنات ما عندوش ولاد. ايا كان يعني الموضوع، ولكن خالد حميدة او زوج بشرى كان اعلن قبل كده من 10 شهور بالظبط انهم اتجوزوا، ولكن يعني بعد 10 شهور حصل انفصال، والانفصال نزل في كل مواقع التواصل الاجتماعي. وكان يعني الاشاعة دي اول خبر ده كان نازل كاشاعه من 3 شهور بالظبط، وما رضيتش انشره لان ما كانش فيه تاكيدات وقتها. ولكن واضح كده ان الاشاعات اللي تطلع بعد كده بتتاكد. يعني مثلا زي ما بقول لك ما فيش دخان من غير نار. موضوع احمد السقا مثلا ومها الصغير ده كان بيتقال من سنتين ان في انفصال وفي طلاق فكل الناس كانت بتنفي، واحمد السقا يطلع ينفي، ومها الصغير تطلع تنفي. لكن في الاخر خالص يلاقي الموضوع مؤكد. نفس الكلام مع تامر حسني وبسمة بوصيل، بدأ برضه يكون اشاعات في الاول. فهل هي اشاعات ولا الناس هي اللي بتنبر لحد ما الاشاعه دي بتتحقق؟ انا بيتهيألي لا، ان الموضوع بيبقى معروف وهم مجتمعاتهم مش مقفوله قوي، وده الواضح، ومخترقه من صحفيين ومن ناس كتير جدا بتتكلم. يعني بتلوك بقى وبيطلع الخبر على طول قبلها بمده اول ما بتحصل الخلافات، بيتسرب للصحافة. ده التبرير الوحيد يعني، أو السبب الوحيد، لأن الحاجة بتطلع إشاعة الأول وبعدين بتتأكد بعدها بشهرين.